ايه اللي هيحصل لو اشتريت خوذه رخيصه؟ طيب نفرض ان انت لقيت خوذه كويسه جدا، مش هنقول واخده الاي سي اي، لا هنقول ان هي واخده الدوت بس بسعر رخيص. ايه اللي ممكن يحصل؟ بغض النظر عن السيفتي، قطع الغيار. قطع الغيار يا ابو الصحاب، كل خوذه بيبقى ليها قطع غيار واجزاء داخليه، واهم قطعه غيار هي الفايزر. الفايزر ده هو اللي بياخد كل الخبطات وكل الوساخه وكل حاجه بتقابلها على الطريق فيه. طيب الخوذه دي انا كنت مشتريها من حوالي سنه بحوالي 6 او 7000 جنيه، هي غليت طبعا، بس حصل ان هي وقعت والفايزر ده اتكسر من تحت. طيب لما اتكسر من تحت انا ما كنتش عارف اعمل ايه، فلقيت الفايزر بتاعها بيتباع عشان هي براند ال اس 2 في مصر ليه وكيل، فتقدر تشتري منه قطع الغيار. يا عم عادي هطلبها من بره، ماشي اتفق معاك ان انت ممكن تطلبها من بره، بس ده في حاله انت مشتري خوذه غاليه، براند غالي جدا، ففي الحاله دي ورث ان انت تدفع فلوس عشان تشحنها وتجيبها مصر. انما انا لو هشتري خوذه مثلا ب 2000 جنيه وقطع غيارها مش متوفره في مصر، فدي هتبقى تكلفه كبيره جدا عشان اجيبها من بره. ومن الامثله دي الخوذه النينكي، كان معايا خوذه ماركه نينكي من حوالي 5 سنين، وكان ده الفايزر بتاعها واتخدش من هنا والقفل بتاعه من هنا وقع. انا ما لقيتلوش اي اكسسوارز في مصر، ولقيت ان انا عشان اجيب قطعة الغيار دي من بره مصر هتتكلف تقريبا حق الخوذة في مصر، فرميتها. فقبل ما تشتري خوذة اسأل على قطع الغيار وفوقك من صاحبك.